السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخب مصر بيلعب منتخب اسبانيا دلوقتي. يعني انت من اول دقيقة 55 يا حسام يا حسن، وانت شايف ان فرقتك مش عارفة تطلع كورة اصلا، مش عارفة تطلع كورة لنص الملعب، مش عارفة تودي كورة هناك. عملت يعني شوط مزري من اول الدقيقة 55. انت فهمت ان عدى 10 دقايق ما انتش عارف تطلع كورة قدام، مش عارف. الباكات بتاعتك الاربعه لعيبه اللي ورا مع الحارس مش عارفين يطلعوا كوره لقدام، وخط النص بينزل مضغوط. في اسبانيا ضغطه. حلو. انت مستني ايه؟ تقف تتفرج على الماتش زيك زينا؟ احنا مستنيينك تبدل. خلاص هم ضاغطين. المفروض لما يضغطوا عليك تعمل زي المدير الفني بتاع الزمالك. اما هم بيضغطوا على الباكات لما ضرب في حالا ضربه مرمى، فانت بتباصي للاطراف عايز تطلع بيها من ورا لقدام. فهم ضاغطين، والاطراف بتاعتك او الباكات بتاعتك كلها الاربعه مش بتوع تمرقيز، ما يعرفوش يلعبوا واحد على واحد الا فتوح. ده الوحيد اللي ممكن يلعب ايه. وبرضه عشان هو بيلعب ورا اكيد هيبقى مرتبك انه يمرقص ورا وتتقطع منه، فمش هيمرقص. حلو. عمال يودي الحارس المرمى، يودي لمحمد هاني، بعدين محمد هاني يلعب لياسر، وبعدين ياسر يطلع لجميل. يضغطوا الكرة تتاخد كام مرة، اتقطعت من الدفاع بتاعك كام مرة، ما انتش عارف اصلا تلعب ضربة مرمى. لما يبقوا ضاغطين المفروض العب طولية لقدام. ما هو لما يبقى فريقهم عندي اذا عندهم فريق يعني مثلا عدد لعيبه اقل، لان هم اصلا معظم لعيبتهم ضاغطه على لعيبتك في الملعب بتاعك انت لحد منطقه الجزاء بتاعتك انت. العب طوليه لقدام بقى. حلو. في اللحظه دي كنت منتظرك، يعني المفروض هتنزل لعيب بيعرف يستلم تحت ضغط وياخد مدافع في ظهره، او يبقى محطه. مين هو؟ يا اما مصطفى محمد يا ناصر منسي. دول الوحاد اللي شفناه بيعرف يطلع يستلم ويقف ويستلم كرة. مفيش لاعب من بعد ما خرجت امام عاشور، مفيش لاعب عندك عارف يدوس على الكوره غير كرة راح بيها تريزيجيه وشكرا. كرة واحدة راح عدى لاعب وعمل فنت على التاني ووقع. وتريزيجيه هتشوف منه كتير كده. تريزيجيه طول الماتش بيقع. تريزيجيه يعني هو بيلعب بحماس برضه عشان نديله حقه، بيلعب بحماس، ولكن تريزيجيه حالا مش هو تريزيجيه الاول. هات تريزيجيه كده في 2018 وتريزيجيه حالا مش هو. بص الجسم ده وجسم التاني كان بسكوته كده وحاجه رهوان. تريزيجيه حالا قوه اكتر ولكن ابطأ. بيلعب بحماسه لكن مفيش، خلاص مش قادر يديك جري، بيقع وانت بتلعبه كمان على الخط، فمحتاج جري اكتر، معدل جري اعلى. مفيش، مش هيديك ده. انت خرجت امام عاشور الوحيد اللي كان عارف يمسك كوره، الوحيد اللي كوره تحت رجله لعيبه اسبانيا بتعافر عشان تاخدها منه، لكن اي لاعب تاني فس مش عارف اصلا. حتى هيثم حسن انت نزلته ده عادي، لاعب عادي. بالمناسبه اصل هيثم حسن ده اما ظهر في ماتش، واو بص فرقتنا ماتش السعوديه انا قلت لك عنه ايه، قلت لك ده ماتش اقل من الدرجه الثانيه بتاعتك في الدوري المصري. انت مش محتاج تاخد منتخب مصر، المنتخب المصري تلعب بيه السعوديه، انت تاخد المصري، النادي المصري تلعب بيه السعوديه. فريق السعوديه ما شاطش عليك شوطه 90 دقيقه. فريق السعوديه ما شاطش عليك شوطه من الثلاث خشبات. ده فريق فاضي، ده فريق فاضي كوره، ما مش عارف يلعب عليك كوره اصلا. كوره واحده يشوطها كده عليك وخسران 4 مش فارقه معاه، المفروض يهجم، مش عارف. مفيش. هو مش قادر، هو مش عارف يديك، مش عايز يديك، هو مش قادر يديك. فريق السعوديه مش قادر يلعب، مش عارف يلعب، او مش عايز يلعب. لا هو مش قادر يلعب، هو اخره كده في فنياته كده، امكانياته كده. فانت رحت فردت عليه عضلاتك. فواحد زي اسلام عيسى ظهر، هيثم حسن ده ظهر. هيثم حسن عمل ايه؟ جري بالولا جاريه كده بقى حريف. يا
بجد. طب ما نجيب مصطفى فتحي بقى، ده هيجري لك بهم كلهم بقى. يعني ايه في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ زيزو في كرة لذيذة قوي زيزو عملها، اقول في الدقيقة 70 قبل ما يطلع، اخر كرة لعبها عملها قبل ما يطلع. زيزو فضل يجري، كان على الناحية الشمال. زيزو فضل لما اسلام عيسى اتصاب نزل هيثم حسن، جاب زيزو الناحية دي على الشمال وخلى هيثم حسن على اليمين. زيزو فضل يجري بالكورة لحد ما طلع على الاوت، طلع خط المرمى اهو، هو طلع والمصحف فضل يجري عارف انت البني ادم اللي هو دايس على الزرار، هو دايس على الزرار. ايه يابا انت شغال؟ هو بلاي ستيشن؟ انت فضلت تجري لحد ما طلعت على الاوت. ده درجن حرفيا، دي درجن حرفيا، كانه راكب حصان بقى، مش هو الحصان، هو راكب حصان مش عارف يوقف الحصان. اقسم بالله فضل يجري بالكرة، بتفرج على اخر كرة لعبها زي بعدها طلعه اول ما الكرة طلعت اوت طلع. اخر كرة كانت على الخط عند الكورنر الشمال، فضل يجري واللاعب جنبيه طلع بيها على من غير اللاعب ما يلمسه، عشان يعني اللاعب قدامه بس كده، مش بيحجز وبيزق وبيطلعه اوت، لا ما حدش لمسه، هو قاعد يجري طلع على اوت. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت فاضي. مين تاني هقول لك؟ استنى عشان برضه ايه بالظبط. محمد هاني. هو محمد هاني ده يلعب بجد؟ يلعب ازاي؟ والله حرام عليك. محمد هاني ده ما يلعبش اصلا ولا يلعب في الاهلي. محمد هاني ده داخل واسطه. محمد هاني ده بص على كل كرة بتروح له خلاص اتقطعت، لازم تتلعب. حتى لما يبصيها صعبه، يبصيها اصلا. بص بيقول لزميله خد هتتقطع منك حالا، مش هيلحق يستلم. ده لعيب واقع، وكل اللعب من على جبهته، كل لعبهم من على جبهته. بيتعدى سهل، بيتمرقص سهل، ما عندوش اي حاجه يقدمها. ما في ايه اللي ممكن يشفع له؟ يعني مثلا في لاعب مثلا اكرم توفيق في الناحيه الاماميه وحش، مش بتاع كوره، مش حريف قوي ان هو يلعب لك قدام كويس، لكن في الناحيه الدفاعيه هو حلو، فبتشفع له الحته دي. يعني هو باك يمين، قدام مش حلو بس ورا حلو، فحاجه على حساب حاجه ماشي. لكن محمد هاني لا قدام ولا ورا، ده فاضي. محمد هاني ده فاضي. يعني الاهلاوي نفسه ما يعني احنا مش عايزين نتكلم في اهلي وزمالك، اصل ده منتخب مصر. فالموضوع ان انت ما بتشوفش من الغربال، انت اعمى. محمد هاني ده ما يلعبش. وانا ما بقللش من فنياتك، انا اكتر واحد كان نفسي تيجي تدرب المنتخب والشعب المصري كله، لكن اختيارات محمد هاني ده مش عارف اقول لك. ده بقى له سنين، اللي قبلك واللي قبلك واللي قبلك واللي قبل اللي قبل اللي قبلك، ما حدش فيهم لعبه خالص يا جدع. ده احنا لعبنا امام عاشور في 2021 تصفيات قدام السنغال، تصفيات كاس العالم 22. لعبنا امام عاشور باك يمين، وما جبناش مصطفى او ما جبناش محمد هاني، ما جبناهوش. هو بيلعب كوره، ومحمد هاني ده بتاع كوره يا راجل؟ ده يلعب ده يروح يلعب يشتغل اي شغلانه تانية. ده تعبان خالص، يعني تعبان خالص قوي، فاضي قوي، مفيش حاجه بيقدمها، ولا بيدافع ولا عارف يدافع، ولا بيجري ولا عارف يجري، ولا بيباصي ولا عارف يباصي. ده فاضي. انت بتلعبه ليه؟ ده بجد ده يعني مثلا ايه؟ يعني زيزو انت ممكن تقول في حاجه ماشي، انت عارف انا لو منك انا لاعب زيزو باك يمين مكان محمد هاني، مش هي قصه في الجري؟ طب ما زيزو درجن للصبح، هيقعد يجري للصبح. ما هو طالما جري بقى، ما فيش. محمد هاني حتى الجري ما بيقدموش، محمد هاني ده فاضي خالص يا جدعان. مرموش في الشوط الثاني بيتمشى، مفيش سبرنت واحد مرموش عمله، بيتمشى. الكرة معانا مش معانا، الكرة اصلا ما كانتش معانا خالص. الشوط الثاني كله الكرة ما كانتش معانا، الكرة معاهم على طول. مرموش حتى ما بيقفلش مع اللعيبه، واقف بيتمشى، حرفيا بيتمشى. ومش مرموش اللي تلعبه مهاجم، والله مش مرموش. انا مش فاهم انت ازاي، انت اصلا كنت مهاجم، كنت راس حربه.
انت بتلعب من غير راس حربه ازاي؟ انت نفسك كنت راس حربه، ايه الهبل ده؟ انت بتلعب مرموش، مرموش ده مش مهاجم، مش راس حربه، ده جناح، ده ممكن صانع العاب، رغم ان هو مش مرموش بالنسبه اللي انا اشوفه منه ده، ولا صانع العاب. مفيش صانع العاب ما بيعرفش مرقص قوي. عايزين حد زي حازم امام كده، ابو تريكه، عايزين حد مرموش لو عدى واحد على واحد. وفي فرق افريقيا التعبانه بنقول ايه؟ فرق افريقيا التعبانه يجي يمرقص لاعب بنيني اللي هم اصلا الكره عندهم مربعه، بنقول عليه حريف. غير كده ما يعرفش، عارف يعدي، شو شبه شكله شكل زيزو الاثنين، لا ده بيعدي ولا ده بيعدي. هات لي كده من اللعيبه الجامده مش ما بيعرفش. هات شوف اللعيبه بتاعتهم مرقصه كام مرقيصه. الفكره ان انت لازم يبقى عندك لعيبه بتعرف تتحرك حلول فرديه عشان يسحب معاه الفرقه، عشان يضغط عليه بلاعب واتنين فيفضي لزمايله مساحات. انت مش فاهم كوره، انت لازم تجيب لعيبه بتعمل حلول فرديه. دي مش لعيبه بتعمل حلول فرديه. زيزو ما بيعملش حلول فرديه. هات لي كده كوره النهارده مرقص واحد على واحد، مفيش. ولا قبل كده ولا حتى لما كان في الزمالك ما بيعملهاش، هو مش بتاعته اصلا. لكن امام عاشور هو الوحيد اللي كان مخلي لك حاسسك ان انت بتمسك كوره. خرج انت مفيش منتخب. امام عاشور بس خرج مفيش منتخب، منتخب دفاعي فقط. وانت رايح ليه؟ انا عايز اعرف، هو انت رايح اصلا انت محتاج من الماتشات دي؟ انت واخدها هي بطوله، انت رايح بطوله، دي بطوله. انت بتلعب لنفسك، مش عشان تشوف اللعيبه. مفروض الماتشات الوديه دي عشان تجرب لعيبه، تشوف لعيبه، تجرب طريقه. حلو. لكن انت رايح واخدها انا حسام حسن مش هخسر انا انت عشان قلقان. اتفرج على منتخب اسبانيا بيطلع يمين يامال. هو منتخب اسبانيا لما هيلعب كاس عالم هيطلع اصلا يمين يامال؟ مش هيطلعه. كل قصه ان هو بيجرب لعيبه. ده منزل حارس مرمى ما لمسش كوره غير مرتين، وهو اصلا مش محتاج حارس، كده كده هو اللي ماسك كوره بيضغط عليك. هو مش محتاج حارس، هو بيجرب. هو هو ايه؟ هو بيدي فرص للعيبه بس. انت رايح تعمل كده. منتخب السعوديه يا غبي لما كسبته 4 هو بيجرب. هو فين الدوسري وفين فين اللعيبه دي؟ فين اللعيبه دي؟ مش موجوده. صح مش موجوده. ليه؟ لانه بيجرب كده مثلا لما يجي صلاح كده كده هتفضي له مكان لو مين غصب عنك مش بمزاجك، ولا الاعلام هياكلك. جميل. فجرب بقى حد بديل لصلاح، لو حصل لصلاح حاجه يبقى ده بديل. انت ما بتجربش، انت جاي تجرب. مفروض انت جربت هيثم حسن، انت حالا ما بتجربش. انت حالا رايح تلعب كبطوله، انت رايح تدافع، انت مستني تلعب ضربات جزاء مثلا؟ ما تلعب يابا، اهجم ورينا كوره، اعمل اي شكل يا عم، ما تلعب كوره، جرب اللعيبه. طيب سؤال، هو انت واخد ناصر منسي ليه؟ يعني انت ضميت لاعب زي ناصر منسي ليه؟ عشان يتفسح؟ عشان تاخده معاك السعوديه، تاخده معاك اسبانيا بس؟ ما هو انت بتاخد اللعيبه دي عشان تحطهم في فرص، في ماتشات، في اختبارات. انت راح بيهم بطوله كاس عالم، ده لو خدتهم اصلا، فهتحطه في الاختبار ده تشوفه هو هينفع ولا لا. اختبار مع فرق عالميه زي اسبانيا، فنزله اشوفه. والله لو انا مش مقتنع بيه يبقى انا احرج، يعني اكشفه قدام الجمهور. مش ده اللاعب انتوا بتتكلموا عليه؟ انا لعبته قدام اللي بجد وشوفوا على قدهم، مش عارف يعمل حاجه معاهم. لكن انا واثق ان ناصر منسي ده كان الوحيد هو وعاشور اللي هيلعبوا قدام اللعيبه دي، لان هم من طراز اللعيبه دي، اللعيبه الحريفه اللي بتعرف تلعب كوره. هم من طراز اللعيبه اللي بيعرف يمسك الكوره ما تتاخدش منه بسهوله. انت عندك لاعب بيضغط على لاعب اسباني بيلعب يضغط على 2 لعيبه من عندك، عشان كده انت مرجع الفرقه كلها ورا، كله حاطط صد كده قدام المرمى وشوطوا انتوا للصبح بقى. انت ما بتعملش حاجه. انت لولا الحظ وايه وحماسه الباكات بتاعتك والولا مصطفى شوبير، انت هتشيل 3-4. انت اتعمل عليك انفرادات. ما هو الفكره في ايه؟ انت مدير فني، ايه دورك؟ توصل فريقك كتير
الاهداف تيجي ما تجيش، مش انت اللي هتنزل تشوطها. انت بتعمل تشكيله تخلي فريقك يبقى عدد فرصه في الانفرادات او في وجوده داخل منطقه الجزاء بتاعه الخصم بالكوره اكتر. حلو. وبتحاول تعمل العكس في ايه؟ في منطقه جزائك، تقلل من انفرادات الخصم. هل انت عرفت تقفل على انفرادات الخصم؟ بالعكس، هما راحوا 3 انفرادات، يعني شاطوا على مصطفى شوبير. هو واد في كورتين في ال6 ياردة، وهي مشيت حظ كده، والولا يعمل اي حاجه تلاقيها جت في رجله وطلعت، اللي هو مصطفى شوبير. جميل. هي مشيت كده، فانت ما عملتش حاجه. كل قصه ان الحظ واللعيبه الباكات بالحارس عملوا دور كويس، لكن انت عملت ايه؟ وريتني تيكي تاكا؟ لا. طب وريتني هات وخد؟ لا. انت مش عارف تطلع بالكره من ورا لقدام. من ماتش السعوديه، عشان بس ما تفكرش ان انا كنت بطبل لك في ماتش السعوديه واقول جميل، لا. انا كنت عارف ان فريق السعوديه ده ما يلعبش كوره، تعبانه خالص. فريق السعوديه اللي لعبك ده غالبا هم كانوا بيجربوا لعيبه كتير، مش ده الفريق الاساسي غالبا. ولو الفريق الاساسي يبقى فريق تعبان خالص. اصل ما فيش فريق هيلعب 90 دقيقه مش عارف يشوط عليك شوطه بين ال3 خشبات، حتى هو خسران 2 و3 و4 مش عارف يشوط اصلا عليك شوطه من ال3 خشبات. جميل. انت اما تروح تلعب فرقه اللعيبه اللي هي اصلا تعبانه في الدوري المصري، كاتيانا، اللعيبه دي مش عارفه تلعب كره في الدوري المصري، تبقى نجوم قدام الفرقه دي. اعرف الفرقه دي فاضيه، الفرقه دي على قدها خالص. يعني اللعيبه دي بتلعب في الدوري المصري. ما شفناش زيزو عمل اللوب اللي من فوق الحارس ولا مش عارف ايه، ما شفناش. ما شفناش من زيزو الكلام ده في الدوري المصري. اما يعملوا كده ده معناه ان هو بيلاعب عيال صغيره. المنتخب السعودي ده جميل، عيال صغيره فاضي. فانت حالا لما قابلت المنتخب الاسباني اللي هو غالبا المنتخب البلجيكي هيبقى نفس لعب المنتخب الاسباني كده. جميل. بس مع فرق القوه، المنتخب البلجيكي اقوى في القوه. حلو. والسرعه. جميل. هيبقى الموضوع مختلف تماما. المنتخب البلجيكي انت حالا لعبته شوط كامل دفاعي. شوط كامل ايه؟ هو يعني الشوط الاولاني كان كده. امتى يا حسام يا حسن هنشوف منك كوره بجد؟ ما تستواش على الفرق اللي اصلا على قدها زي السعوديه. انت من بطوله افريقيا وانت بتروح تلعب تدافع، تخليت ايه؟ امال ايه الجوهري بيه؟ طب ما انت بتدافع، انت ما بتعملش حاجه غير بتدافع. ده الجوهري كان بيهاجم. يعني الجوهري اما بيلعب في افريقيا بيفتح خطوط وبيلعب، عنده مدافعين جامدين بيعرف يقفل، ولكن في نفس الوقت حسام حسن وانت وحازم امام وعبد الستار صبري واحمد الكاس ولعيبه واحمد حسن في لعب هجومي. لكن انت بتعمل ايه؟ حاجه؟ انت بتدافع بس. اصل اي حد الدفاع ده ما فيهوش تكتيك كوتش. الدفاع ده ارجعوا ورا رجاله خلصت. اي مدرب هيعملها ما فيهاش. اصل مش تيكي تاكا، هي دفاع. مش انت بقى جاي شوط يبقى انت اللي لف. مش هل انت بتديهم تعليمات في الدفاع ازاي يعملوا ايه في الدفاع مثلا؟ هو انت بتقول له ارجع وتقفل ما تزيدش وترجع الديفندرات وترجع نص الملعب وبترجع الاطراف هو ده الدفاع. عملت ايه انت بترجع ورا خلاص. هل ايه اللي ممكن تعمله؟ لكن في الهجوم الشغل كله المدرب بيبان من الهجوم، من انه يعرف يطلع الكرة بالفرقة اللي قدام، يزود عدد الفرص تواجد فريقه في منطقة جزاء الخصم اكتر. زي المدير الفني الحالي للزمالك ده فريق بيروح كتير جدا ما بيهدفش، بس المدير الفني ملوش دعوه. فكره ان اللعيبه ما تهدفش عيب لعيبه، مش عيب المدير الفني. انا اللي عليا ان انا اخليك توصل لمنطقه الجزاء، تروح كور كتير في منطقه الجزاء، تجيبها ما تجيبهاش ده عيب لعيب. يجيبها حرفانه منه، ما جابهاش يبقى هو عولانه منه. لكن المدير الفني انا مالي، انا بوصلك بس. انت وصلت؟ لا. حتى الكوره اللي انت كنا هنكسب اسبانيا، شوطه من لعيب عندك اسمه مرموش، شاط كوره جت في الايه، شاط من بره. هل انت تخطيت عديت خط الدفاع؟ هم عدوا خط دفاعك ومصطفى شوبير صد مرتين، عدوا خط الدفاع خالص في ال6 يارد وما جاتش.
لكن انت عديت ايه؟ ده مفيش عرضيه حتى، عرضيه واحده كده، عرضيه لا، ما مفيش مهاجم، مفيش اصلا مهاجم. انت هتلعب كاس العالم وهتروح، اسمع مني، هتلعب كاس العالم وهتروح في اللي انت بتهبله ده. هتلعب كاس عالم ومش هتلعب ومش هتمرن تاني منتخب مصر، عشان تكون فاهم. هتمرن بره بقى، هتمرن دوري، مش هتمرن منتخب مصر تاني. ليه؟ عشان انت بتتغابى. انت حد حالا بتقدم لعب اي مدير فني يقدمه، ادافع وشكرا. ما تقوليش بقى اصل تحولات ومش تحولات، هتخليني اتحول عليك كده. تحولات مين يا بابا؟ تحولات قصدك اسمها المرتدات. بتعرف تعمل مرتده صح؟ مين بيعمل مرتده بقى؟ مين؟ هتقول لي في ماتش السعوديه؟ كل كلامك يبقى على ماتش السعوديه، ما فيش غير كده. ماتش السعوديه بقول لك انت بتلاعب فريق لو بعتنا المصري البورسعيدي هيغلبه. السعوديه تعبانه خالص، منتخب على قده خالص، بيشيل منك 4 مش عارف يشوط عليك شوطه. يعني ولا دفاع عارف يصد ولا هجوم عارف يلعب، فاضي لا هنا ولا هنا. انت النهارده بتدافع ومفيش كوره بتقدمها، مفيش كوره. الناس اللي بره انت تفكر ان هم كده واو، لا طبعا هم عارفين انت ما بتلعبش كوره، هم شايفين انت ما فيش، فاضي. تفكر ان هم حالا الجمهور هناك بيقول اه منتخبنا كان بيلعب منتخب جامد، ولا انت زي ما بيقولوا المنتخب بيقفل بقى بيدافع بس. كل اللعيبه ورا، كل اللعيبه ورا. انت بتكمل مسيره الجوهري، السمعه العالميه اللي عن منتخب مصر ومنتخب 11-0-0، خطته الابديه 11. كل اللعيبه ورا، حتى الحارس في كله في الجون، كلهم في وش قدام الجون. جميل، ونباصي للحارس والحارس يرجع يمسكها بايده. جميل، وهنغير ده، هيغيروا لك قوانين بقى يعني ايام الجاري غيروا قوانين بسبب طريقه لعب الجاري، هيغيروا لك انت كمان قوانين. ما انت ما قدمش جديد. الجاري على الاقل كان بيعرف ايام الجاري في 90 منتخب هولندا، على الاقل الجاري جاب في هولندا جون. اللي انت عملته ده، ما الجاري عمله في 90 بس جاب جون، عرف لما دخل فيه جون عرف يجيب جون. ده بالعكس كان مسك في بعض كورات كوره، وكان عنده لعيبه بتمرقص. اسماعيل يوسف لما نايم الواد رورت خليت باين على الارض ومش عارف ايه، وحسام حسن ياخد ضربه جزاء على الاقل راح عرف يوصل فرقته بالكوره لمنطقه جزاء الخصم. لكن انت اصلا ما عرفتش، انت ما دخلتش منطقه جزاء اسبانيا. انت لاعب واحد مصري دخل كده معاك كوره جوه منطقه جزاء اسبانيا، ما حصلتش، ما حصلتش. انت ما دخلتش، مش عارف، ما عرفتش تخش منطقه جزائهم اصلا معاك بالكوره. ما فيش لاعب عندك دخل الشوطه اللي جت في القايم دي اتشاطت من بره المنطقه، من بره منطقه الجزاء اصلا. ما فيش عرضيه واحده، لان ما فيش اصلا راس حربه يلعب بالهيد، ما فيش. انت بتلوش. انا اول مره اشوف منتخب بيلعب من غير راس حربه، ما شفتهاش في تاريخ الكوره، ما شفتهاش. الا لو منتخب مطرود منه لاعب وبيشيل راس الحربه وبيدافع خلاص كده كده كسبان مثلا، وعاوز الوقت بيضيع وقت، عايز الوقت يمر فهيجيب هيشيل راس الحربه، مش عايزك خلاص كده كده احنا كسبانين، احنا عايزين بس ندافع نقفل. ماشي، غير كده يلعب في العموم كده ينزل من غير راس حربه. ليه؟ ده بيقول للخصم العب اللي انت عايز تلعبه، انا مش هاجم عليك. ايه ده؟ انت المفروض من اول دقيقه 55 ولقيتهم بيضغطوا عليك، انتش عارف تطلع كوره، لعيبتك اللي ورا الباكات بتاعتك مش عارفه تطلع كوره، خط النص مش عارف تطلع كوره، مضغوط، انزل راس حربه زي ناصر منسي او مصطفى محمد، العب له طوليات يستلم تحت الضغط. جميل، ويبدا ايه يوزع. الافضل في دي ناصر منسي افضل من مصطفى محمد. الاثنين زملكاويه عشان بس ما تفكرش اصل هم بيتكلموا عشان ده زملكاوي وده اهلاوي، لا خالص خالص. كل القصه ان ناصر منسي فعلا بيعرف يدوس على الكوره حلو، بيرقص. ناصر منسي بيعمل فنتات، ناصر منسي بيضغط على المهاجمين. لما تنزل لاعب زي ده وخصوصا عنده حماس ان هو يعمل حاجه للمنتخب بقى اول ماتش له، فده يبدا يسحب لك الفرقه معاه. كورتين 3 يستلمهم كده وشوف هو هيعمل ايه. اللاعب ده معدي الزمالك من كذا ماتش، ومنهم ماتشات قمه. معدي الزمالك من كذا ماتش،
هو بلعبته ماتش السوبر الافريقي وماتش الدوري لما تعادلوا 1-1. الجون اللي الزمالك جابه هو ناصر منسي، هو اللي نزل استلم تحت ضغط وعمل وخد المدافع في ظهره وقام لعبها للي جاي من ورا لقدام اللي هو عمر جابر جوه منطقه الجزاء، عمر يعرضها تيجي جول خلاص. هو ناصر منسي لعيب بيعرف يستلم تحت ضغط، ما بيهابش من المدافعين، بيمرقص اي المدافع، هو واثق جدا في مهاراته. عنده جسمه حلو، يعني مش قصير، لا هو طويل، يعرف يستلم كرات عاليه طوليات. لكن انت كنت بتلعبه ده تهبيل، ده تهبيل. ما تقوليش انت عملت او تعادلت، مش انت اللي تعادلت مع اسبانيا، اللعيبه اتعادلت، انت ما قدمتش حاجه عشان تخليك تتعادل. انت لو كان كوره من اللي شاطوها ومصطفى شوبير ما صداش ودخلت كان زمانك خسران الماتش. انت لولا الحظ بس والمدافعين والمصطفى شوبير كان زمانك خسران 3-4 عادي خالص. 3-4 بالمستريح. اللي انت قدمته دي مش كوره، مش كوره اللي انت قدمته ده، مش كوره خالص. فيعني بالمناسبة عايز كان في المدرجات علم فلسطين، كان في عند الكورنر في الشوط الثاني، الكورنر بتاع شمال مصطفى شوبير، كنت هتبص كنت هتلاقي علم فلسطين. انت مفروض رايح تجرب لعيبه، انت غيرت 3 تغييرات بس ليه؟ انت ليه غيرت 3 تغييرات بس ليه؟ المدير الفني بتاعهم غير اكتر منك، وهو ماسك كوره وبيلعب وعامل الصح ولاعيبته بتوصل منطقه جزائك عادي، وغير تغييرات عشان يجرب. انت رايح مش في بالك اي حاجه، انت مش رايح، نسيت الهدف الرئيسي اللي انت رايح له، انت تجرب لعيبه وجرب طرق وخطط. لا انت رايح واخد الموضوع ما انت حسام حسن، ما انت غلاوي في اللعب، انت عايز تكسب حتى لو بتلعب ماتش على 2 جنيه وربع عايز تكسبه، لو تلعب ماتش باي حاجه عايز تكسبه، جميل، عايز تكسب وخلاص. فنسيت الهدف الاساسي اللي انت رايح له ولعبت ماتش كانك تلعب كاس عالم. هم يا عم هم مش في بالهم، ده بيطلعوا يمين من الشوط الاولاني. هو بيلعب بيغير حارس مرمى، مش محتاج يغيره اصلا، انت مش ما بتهجمش عليه عشان يغير حارس مرمى اساسا. يعني حارس مرمى ده انت اصلا ما هجمتش عليه. انت بتتكلم انت شوف هو غير كام تغيير، انت بتغير 3 تغييرات ومنهم واحد اضطراري. انت بتغير 3 تغييرات منهم واحد اضطراري، انت المفروض تغير اكتر من كده، تجرب لعيبه، تغير 10 براحتك. لكن ان انت بتنيله ده كلام فارغ. انت بتنسى المهمه اللي انت رايح لها اصلا بجد. انت بدات تشككني فيك كمدرب دير، يعني قبل ما تمسك المنتخب كنت او بص، اول ما عرفت انك ضميت محمد هاني للمنتخب قلت حسام، بدات اشك فيك، قلت ده غباوه دي. ما محمد هاني ده مش لاعب يروح منتخب، ده هو بيلعب في الاهلي تقريبا، هو قريب من الخطيب، خاطب بنته ما تعرفش، لكن هو بيلعب في الاهلي اكيد واسطه، ده ما يلعبش يعني تقوم انت واخده منتخب ليه يعني؟ ف انت عندك امام عاشور وزيزو الاثنين بالذات يقعوا يبصوا للحكم يا باشا انت مش بتلعب في مصر، الحكم ده مش مصري، الحكم ده مش مصري، انسى الكلام بتاع مصر، الحكم ده مش مصري. الكلام انت وقعته ده حرفيا الكل كرة انتوا وقعتوا فيها كنت هتاخدوها في اولاد، ده لو في مصر. لا غير كده مش انسى، الحكم ما اداكش ولا فاول. شوف امام عاشور كام كوره وقعها وعمال يجادل مع الحكم، وشوف زيزو كام كوره وعمال يبص الحكم، هو ايه ده، هو انتوا مش بتدوني فاول ولا ايه، هو ايه في ايه، انتوا مالكم تعرفوش كوره ولا ايه، انتوا اول مره تشوفوا كوره؟ الكرات دي لما بقى على الارض في مصر باخدها فاوله خالص عادي جدا. الكرات دي يا دوب بس ابص للحكم كده يقوم مديني فاول، هيعمل له اشاور له كده يقوم مدي اللاعب كارت، معروفه يعني. انتوا اول مره تلعبوا كوره في ايه، ما تجيبوها هاتوا لنا الحكام بتوعنا. انت منتظر بحرفيا اللعيبه دي اتعودت تلعب في السهل، في السهل. الحكم الحكم معاهم، يعني الحكم انت فاهمني، ما هو الحكم غالبا يبقى اهلاوي زملكاوي، ما هو حكم ومشجع.
فبنسبه ان بما ان 70% من جمهور الكره في مصر اهلاوي، فالحكم غالبا هيبقى اهلاوي. يعني من كل 7 حكام تلاقي منهم 7، من 10 حكام تلاقي منهم 7 اهلاويه. هو منتظر ان الحكم هيبدا يدي كارت، او حتى لو مش اهلاوي الحكم بيخاف من الجمهور برضه، وبيخاف من غير الجمهور كمان، فيخاف من الاعلام. فبيدوب بس يبص له فيبدا يديله انت عايز فاول ضربه جزاء اللي انت عايزه، هيطرده لك عايز بجد. بص مستغربين ان الحكم ما بيديلهمش فاولات. هو عايز كل وقعه كده مع نفسه، هو مش قادر يجري، ولا هو بيخش في وسطهم انت فاهم، حمير في النجيل كده وعايز يخش نطح مواشي يقوم واقع. ده في كوره الولا اسلام عيسى عمل فاول مع الولا بتاعهم، واسلام عيسى هو اللي اتصاب، والمصحف هو اللي داخل عمل فاول، ولا حصل له حاجه، او مرقص وعمل ولف كورتين، لف براوليب كوره وهوب لف تاني عدى 4 لعيب. وهو ده اسلام عيسى داخل هو اللي داخل يشيله، واسلام عيسى هو اللي اتصاب، والولا ما حصلوش حاجه. يا عم دي كوره تانية، دي كوره تانية. اللعيبه اللي انت معلش يعني، بقول لك زيزو بيقع من بيبص للحكم. هو اتعود على كده. امام عاشور بيقع بيبص للحكم. هو انت مش هتديني فاول ولا ايه؟ اديني حاجه بقى، اطلب لي حاجه بقى. دي لعيبه خلاص اتعودت على الكوسه، اتعودت على ميه البطيخ اللي هم البطيخ الاهلاوي. هيلعب في الدوري المصري في النادي الاهلي كل الحكام هتخدم عليه، وفي الزمالك، بس في الاهلي طبعا التخديم اكتر يعني. جميل. هو مستني بس اللي بيبص لحاجه مستني فاولات. بجد والله. لا يعني حاجه. تعال بص على اللاعب الزملكاوي اسمه فتوح، شوف وقع كم مرتين ولا حاجه مع الولا، مره مع يمين يامال ومره، انت فاهمني، ولا الكلام ده. هو اصلا مش، هو اصلا عارف اللي فيها، الكلام ده مش هنا. بجد هو عارف اللي هو، ودخل في ده كتير يعني، لان هو يعني مثلا ما يجي يلعب الاهلي هيبقى التحكيم مع مين يعني؟ غالبا ما هيبقى مع الاهلي. يعني ما انت فاهم اللي هو ايه. هو اتعود برضه ان هو مش هيقعد يبص للحكم، دول اتعودوا يبصوا للحكم عشان الحكم يديهم، لكن ده مش هيشحت الكلام ده، هو متعود على كده. وبعدين لعيب تقيل جدا الواد ده. بص، من اول موسم ليه شفته له وقلت الواد ده احسن باك شمال في تاريخ مصر. تخيل، رغم ان انا معجب جدا، الله يرحمه محمد عبد الوهاب، ومعجب جدا بكرة طارق السيد، من احسن باكين شمال جم في تاريخ الكرة المصرية. ولا بص، سيبك بقى من ربيع ياسين ومحمد عمارة، كل دول حلوين وجمال جدا، بس دول في حتة تانية. طارق السيد ومحمد عبد الوهاب دول في حتة تانية خالص. مهارة وسرعة وشوط وحاجة كده، مش مجرد باك، ده باك ومهاجم في نفس الوقت حرفيا. يعني باك وتلاقيه هناك. هو وعبد الشافي تالتهم برضه. عبد الشافي كان باك عالي قوي برضه. باك شمال عالي، باك شمال بتلاقيه في منطقة الله هناك. دلوقتي ما فيش، بتشوف فتوح في منطقة الجزاء الخصم بيشوط ولا بيمرقص ولا بيجيب الجوان هناك، قلما واخد بالك، كبيرها عرضية وبتاع، لكن لا، دول كانوا في حتة تانية. الاتنين دول او التلاتة دول في حتة تانية. يجي فتوح يعلي عليهم بقى. فتوح ده انا قلت قبل كده يلعب في ريال مدريد، وكان بدأت في ناس تتريق وبتاع ومش عارف ايه. ايوه يلعب في ريال مدريد، الواد ده عالي. اللي يخليه يلعب في ماتش مصر والمغرب على اقوى جبهة في اوروبا، جبهة الولا اسمه ايه، اسمه هو رقم 7 ولا رقم 2 في اسمها ايه دي في المغرب. ده احرف 2 في منتخب المغرب، واشهر 2 حكيم، اشرف حكيمي وحكيم زياش. انه يوقف الجبهه دي، هو يوقف الاتنين دول. ده عالي جدا، ده عالي جدا. بقول لك من اول موسم شفته له قلت الواد ده احسن باك شمال جه في تاريخ مصر. هو لسه لاعب موسم واحد مع المنتخب، كنتش شفته قبل كده والله بجد. انا اول ما شفته مع المنتخب. حته حاجه عاليه قوي 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 قوي. فتوح ده لعيب عالي قوي، متكامل، سرعه، بمهاره، بشوط،
بقوه، بطول، حاجه عاليه بصراحه. تخيل ده هنا على الشمال والناحيه التانيه على اليمين محمد هاني. بجد بجد محمد هاني ده، انت عارف لو حسام حسن غير محمد هاني انا اقتنع بحسام حسن. اصل محمد هاني ده مش ما يلعبش كوره بجد، لعيب على قده خالص، على قده. طب ما اروح انا المنتخب بقى وخلاص. ما هو محمد هاني ده على قده خالص. يعني انا حالا هلعب احسن من، يعني انا حالا بجد شوف بقى لي قد ايه مبطل كوره مثلا، او بلعب خماسي بس مبطل كوره 11 بقالي كتير. انا متهيألي لو لعبت كوره حالا هبقى احسن من محمد هاني ده. اصل محمد هاني فاضي، فانت لو اديت بس ايه عارف 1% يبقى انت كده احسن منه. اصل هو كده كده ده زيرو، ده تحت الزيرو يا راجل. محمد هاني ده بجد فاضي خالص، لعيب مش فاهم انت ازاي بتاخده بجد. ازاي انت كده خدته خالص وعايز تدولنا كلنا يعني بجد؟ ازاي تاخد محمد هاني ده منتخب؟ حاجه يعني، ده مش سلطه، ده مش كوسه، دي سلطه، دي سلطه والله بجد. وانت فاضل لك سلطه وتطلع بره. المهم فيعني بصراحه الماتش مش احسن حاجه، ما فيهوش كوره. هو ما فيهوش لعب، ما فيش، انت مش عارف تلعب كوره، مش عارف تمسك كوره، ما عندكش لاعب واحد. تخيل تعالوا كده نتخيل سوا لو عندك حازم امام حالا، حازم امام في الماتش، بس انت كل لعبه كل لاعب هيمسك كوره يقوم راميها لحازم امام. ليه؟ لان ده الوحيد اللي عارف يمرقص، ده الوحيد اللي يعرف يدوس على الكوره. الباقي كله لاعب تجي له البتاع كانه في قنبله جات له ارميها عند التاني وخلاص. ليه؟ لانه خايف يرقص، مش عارف يرقص، هتتقطع منه. لكن واحد زي حازم امام، ابو تريكه، دول اللي كانوا بيعدوك من الماتشات التقيله. هوب تعالوا، لا 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 ده احنا حريفه، ده احنا احرف منكم. يعني ابو تريكه وحازم الاثنين دول من امهر لعيبه، دول امهر من الاوروبيين. يعني يعني حازم ده يتحط مثلا، يعني شايف ان حازم امام ده يتحط، هو بالفعل اتحط في دوره بيبسي، في اللي هي بتاعه مسابقه بيبسي دي، مع احسن مهاريين العالم. بالذات الولا بتاع الارجنتين الاقرع ده، اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ لا قبل ريكيلمي كان في واد اقرع، فيرون. كان فيرون صح، فيرون الاقرع ده كان فيرون. يعني والولا الاسمر برضو لعيب جامد قوي. كان في لاعب، ده كانوا اوري كوستا وبيكهام، كارلوس. تخيل ده يعني دول، شوف دول اللي احنا بنقول واو. حازم اعلى منهم في الكنترول على الكوره. كل الالعاب اللي هم لعبوها دي عباره عن كنترول، بيقيسوا كنترولك على الكوره. حازم امام كنترول على الكوره اعلى من دول كلهم. يعني يعني دقه تصويبه اعلى، مش قوه، دقه. هما بيقيسوا كنترول على الكوره. دقه جريه بالكوره اعلى، دريبلينج اعلى، واخد بالك؟ الكوره ما بتبعدش عن رجله، يعني باسرع بجري بالكوره. هو اللي كسبه ان هو كان اسرع في الزجزاج، الكونزات دي. جميل. والبتاع اللي اسمها ايه، اللي هي شبه الطايره دي، بس بالرجل، يستلم على صدره ويبقى. كل ده كنترول على كل الالعاب دي. وانك تبدا تنطع الكوره في السنتر، دايره السنتر. كل ده عباره عن كنترول على الكوره. كل ده اختبارات كنترول على الكوره نقدمها في مدرسه الكوره. كل دي اختبارات كنترول على الكوره. ده اعلى من دول كلهم في كنترول على الكوره. انه يسيطر على الكوره هو اعلى منهم. يعرف يبصلك بالمقاس في الحته اللي دي، يعرف ينطق بيها ما تنزلش على الارض، يعرف يجري بيها باسرع من اي حد، اسرع من اللي واجهوه دول كلهم. جميل. جري ايه؟ مش جري في الطوالي، مش جري مستقيم، ده جري بين الكنزات، واخد بالك؟ لا لا يعني تخيل لو حازم ده بيلعب حالا الموضوع مختلف. لو ابو تريكه بيلعب حالا الموضوع مختلف. انت ما عندكش ده، انت عندك نسخه مصغره قوي من دول اسمه امام عاشور، وهو ده اللي بيحرك لك، بيبقى موجود تحس ان في كوره معاك. مش موجود الكوره مع الفرقه التانيه بقى، وانت اقعد ورا بقى استنى لما الماتش يخلص. بس انت ما بتقدمش كوره، انت مش عارف تقدم كوره، وما عندكش لعيبه تقدم كوره. واللعيبه الحريفه اللي بتقدم كوره انت مش عاوزها. ليه؟ علشان ما اعرفش انا، بس انا ما اظنش ان في مدير فني يبقى عارف ان اللعيب ده حريف ويسيبه.
عشان بس انتمائه، اصله اهلاوي اصله زملكاوي. ما اظنش ان في حد ممكن يعمل كده. ما دي مصلحتي الشخصيه، هروح اعاند في مصلحتي الشخصيه واسيب لعيبه جامده واجيب لعيبه تعبانه؟ اظن ان ده هو حسام حسن اقتناعاته كده، وهو غبائه، ده غبائه الطبيعي مش غله، ده غبائه. يعني في فرق بين غين والغين. الغين دي غل والغين دي غباء. هو غبي مش غلاوي. اصل مش هيغل على مصلحته، هو طبعا عايز المنتخب يكسب، فمش هيروح يغل على مصلحته ويعني ايه يمصلح مع ناس تانية وينسى نفسه على حساب نفسه. يعني لا، يعني مش هيراضي اهلي، مش هيراضي مش عارف ايه عشان وينسى نفسه على حساب نفسه. يعني مش هيراضي جمهور او هيراضي نادي على حساب نفسه. حلو. فايه فاكيد اللي بيعمله ده هو اقتناعاته كده. هو مقتنع بمحمد هاني كراين. تخيل حسام حسن افضل مهاجم في تاريخ مصر والهداف الاول لمنتخب مصر، تخيل هو قناعاته ان محمد هاني ده بقى احسن باك شمال في مصر حاليا. تخيل، ده احسن باك شمال في مصر محمد هاني. ده لو بلعب دوره رمضانيه مش هاخده معايا، ده حرفيا مش هاخده معايا. هو محمد هاني شكله بتاع خماسي بس على فكره، هو اخره كده جري يا دوب على قد الخماسي. لكن فالمهم يعني ما تغترش بالنتائج دي. انت ما قدمتش كوره، انت كل اللي حصل حظ مصطفى شوبير دفاع بس. انت ما قدمتش كوره، انت ما وريتناش ازاي نوصل لمنطقه الجزاء الخصم. انت مش عارف لحد حال لعبت بطوله افريقيا نفس شكل لعبك دفاع، لعبت الوديات دي دفاع. ماتش السعوديه ماتش استثنائي. السعوديه فريق ضعيف جدا، فريق ضعيف جدا، واللي كانوا بيلعبهم كانوا بيجربوا. مش ده التشكيله الاساسيه بتاعت المنتخب السعودي. هو رايح عارف ان هو بيجرب، مش رايح عشان يلعب يكسب ويلعب كبطوله عالميه هياخد فيها ميداليات ذهبيه. لا، ده مش صحيح. هو راح يجرب فانت لعبت لعيبه مش منسجمين مع بعض، ايا كان لعيبه على قدها فاضيين، منتخب فاضي منتخب السعوديه. فانت لما تعمل بطل عليه تفكر انت بطل بجد على كل العالم. لا، انت شوف شكلك كان عامل ازاي النهارده، شوف لعبك كان عامل ازاي النهارده. انت ما قدمتش بربع جنيه كوره، انت ما قدمتش بربع جنيه. انت كمدير فني ما قدمتش بربع جنيه كوره. جبت كوره في القايم كانت تسديده من بره، يعني قرار فردي او مهاره فرديه من لاعب عندك. غير كده انت نفسك ما قدمتش، ما اديتش حلول للاعيبتك ازاي يوصلوا لمنطقه جزاء الخصم. انت كنت بتتفرج زيك زي انت بس. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.